السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل حبايبي ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده يا حبايبي حبيت اشارككم معايا كده الغدا بتاع النهارده. كنت محتارة اعمل ايه بصراحة، فكان عندي دبابيس في الفريزر، طلعتها وجبت طبق لحمة، وقلت هعمله كفتة زي ما انتم شايفين كده على الفحم. دلوقتي ساندوتش الكفتة بره بقى ب50 جنيه، 50 جنيه على طول من غير كلام يعني. ماشي، فقلت طب وعلى ايه، طب ما انا اجيب في البيت واعملها في البيت على الفحم كده وتبقى جميله ومضمونه، وانا اللي عاملاها بايديا. شوفوا بقى، يعني طبق اللحمه ب100 جنيه، تمام، يعمل مثلا 7 سندوتشات. شوفوا انتوا بقى، 7 سندوتشات دول الواحد ب50 جنيه. شوفوا انتوا بقى، يعني مبلغ وقدره. طب وعلى ايه، هنجيب ونعمل كده في البيت اهو. بسم الله ما شاء الله، جميل اهو اهو. وبصوا حلو ازاي اهو، جميل جدا اهو، مشوي على الفحم وريحته تحفة بجد. والدبابيس طبعا بنعملها وبنتبلها، دي التتبيله بتاعتها اهي اهي. بصوا كنت حطاها في التتبيله دي، بيتها قعدتها يومين في الفريزر، وبعد كده جيتها عشان اشويها اهي. وشويه فحم في البيت واديها مع طبق سلطه طحينه، سلطه خضراء، اعملي بقى سندوتشات، اعملي كل اللي انت نفسك فيه. الموضوع مش مكلف وسهل جدا، لان احنا لما هنطلع نشتري دلوقتي الفرخه بسم الله ما شاء الله مشويه بقت ب400 جنيه. معرفش ليه بصراحه، انا معرفش ليه 400 جنيه على ايه يا جدعان، هو في ايه يعني؟ بصوا بقى يا حبايبي، ده بقى صباع الكفته اهو. بصوا عامله ازاي على السيخ اهو. ده لسه هنحطه على الشوايه اهو. ماشي، شيل ده بقى كده استوى. ده كمان، ده كمان. ده بقى اللي لسه ايه جديد ده، ونخليهم بقى كده على الشوايه علشان اهو. بصوا شايفين بسم الله ما شاء الله اهو، صباع الكفته اهو، الله اكبر يعني. حتى من عند الحاتي مش هتلاقيه كده خالص. بصي اهو، طبعا كل بقى حاجه مضمونه بقى على ايديكي بقى، مفيش بقى يعني حاجه انتي ما تشكيش فيها ولا في نظافتها اهو. ده بعد ما استوى بصوا جميل ازاي اهو، شايفين اهو، وعلى نار هاديه، جميل جدا، ولا استغلال المحلات ولا الحاتي ولا اي حاجه. اهي جميله جدا اهي. احنا نعمل في البيت والموضوع سهل جدا. كيلو دبابيس مش مكلف، طبق لحمه مفرومه، طبق اللحمه دون ب100 جنيه مثلا. شوفي هتعملي منه كام، انا مكبره الصباع يعني، انتوا ممكن تصغروه شويه، هيرمي معاكي اكتر كمان، هيعمل معاكي اكتر كمان. وفي البيت وحاجه نظيفه كده، وهتاكلوا وهتشبعوا كمان، لان السندوتش بقى قد كده بقى، له قطمتين وبيخلص. فمش هيعمل حاجه ده خالص يعني، احنا عايزين 5 6 عشان نشبع، مش معقول يعني. لكن هنا بسم الله ما شاء الله، هنا الطبق ب100 جنيه، انت بقى بتعملي زي ما انت عايزه، ممكن تطلعي منه 20 سندوتش براحتك. الفحم بقى والشوايه بتاعتك، تقعدي كده في البلكونه مع نفسك زي ما انا عامله كده، ومع نفسي كده وبنشوي الكفته جميله اهي. بسم الله ما شاء الله اهي يا حبايب قلبي. بصوا عايزه اوريكم شكلها اهي، بصوا الصباع بسم الله ما شاء الله عامل ازاي اهو اهو. مش هيعمل لك كده اصلا الحياتي خالص، مش هيعمله بالشكل ده خالص يعني. نفس بقى وريحه وطعم وشكل بسم الله ما شاء الله يعني، احسن كتير قوي قوي من انك انت تشتري من بره بجد بامانه يعني. وبعدين انا اصلا يا جماعه اللحمه المفرومه بتاعت بره دي انا ما بضمنهاش خالص، انا ما بحبهاش اصلا، لانك انت ما تضمنيش. أنا دلوقتي اللحمه كيلو بكام دلوقتي، وما تضمنيش اللحمه دي ايه ظروفها، ولا جايه منين بالظبط، ولا مصدرها ايه بالظبط. لا، ف يعني بدل ما احنا بقى نعمل حاجات مش متاكدين منها، ونروح ناكل بقى يعني نجيب اكل بقى من بره الله اعلم مصدره ايه ده، لا نعمل كده
حاجات اقتصاديه اهي، وكمان نظيفه وكويسه وما فيهاش اي شيء من الضرر ان شاء الله يعني. والدبابيس زي ما انت شايفه كده اهو اهو، ما شاء الله اهي جميله اهي. بس سخنه بقى، انا مش عارفه امسكها بصراحه يعني. غدوه غدوه هتعجبكم جدا، جميله. بصوا الدبوس عامل ازاي اهو. ده بايت في التتبيله بقى يومين اللي انتوا شفتوها دي. دي بقى تعمليه كده علشان تشرب من التتبيله وتبقى وانتي بتاكليها كده طعمها جميل. لان انت لما بتعملي الحاجه وبتبيتيها بتبقى شاربه من التتبيله بتاعت اللي انت عاملاها دي، بتبقى طعمها تحفه تحفه. يا حبايب قلبي، بسم الله. ايه رايكم بقى في شكلها؟ ان شاء الله يعجبكم، طعمها تحفه يا حبايبي. بص قرب يستوي، هو بيستوي على نار هاديه شايفين. ده كمان شايفين شكله. الاقتصاد حلو برضو، حلو جميل. رحت عشان اجيب فرخه مشويه، بيقول لي ب 400 جنيه. ليه يا عم 400 جنيه ليه عشان ايه يعني؟ لا طبعا، لا اروح انا اجيب بقى حاجات واعمل انا في بيتي على ايدي، حتى انضف واحسن بكتير قوي واوفر. مفيش حاجه اسمها 400 جنيه دي خالص يعني، في استغلال ملوش حل يعني بصراحه. الفراخ تزيد الفراخ تخس، هي برضو الاسعار بتاعتهم دي حرام يعني. نعمل بقى سلطه طحينه جنبها، نعمل سلطه خضراء وناكل كده وهنشبع والله، واحسن بكتير قوي من بره يعني. اهو بصوا بسم الله ما شاء الله. احنا برضو بنعرف نشوي يعني احسن منهم يعني، هم مش شاطرين واحنا خايبين يعني، احنا شاطرين قوي. هو بيعملوا ايه يعني غير الفحم والشوايه؟ ما بيعملوش حاجه. احنا برضو الفحم والشوايه، واحنا اللي بنتبل كل حاجه. مش فيش حاجه يعني صعبه يعني. لا حبايبي، حبيت بس اشارككم الفيديو الجميل ده، عشان لو يعني محتارين تعملوا ايه في يوم، تروحوا جايبين الحاجات دي وعاملين في البيت اكله جميله يعني. وان شاء الله الفيديو ده يعجبكم ونور اعجابكم يا حبايب قلبي. خليكم بقى معايا عشان نوريكم التركه الاخيره بقى. بعد ما تخلصوا بقى الشوي يا حبايب قلبي، تروحي حاطه العيش كده على الشوايه كده كده، ياخد النفس والريحه بتاعت الشوي، يبقى تحفه. تمام يا حبايبي. كده يا حبايبي بنكون خلصنا الفيديو بتاع النهارده. يا رب الفيديو يكون عجبكم. دي الكفته ودي الدبابيس، طبق السلطه اللي لا غنى عنه الجميل ده، طبعا شيبسي، سلطه الطحينه. يا رب الفيديو كده يكون عجبكم، ولو عجبكم متنسوش اللايك والاشتراك في القناه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.